يا هلا والله، واخيرا يا صديقي الدبلوماوي رجعنا لك بالجزء الثاني من حكايه الانمي الجامد جدا ايسيكاي و سمارت فون توتومو. في الجزء اللي فات شفنا ان تويا قدر انه ينقذ الملك من محاوله تسميمه، وبسبب ده الملك خطب بنته الاميره يومنا لتويا، وبعد انضمامها لفريق بطلنا قررت انها تعلمه سحر الاستدعاء. ولكن ولسبب ما صادقنا قدر يصدمنا كلنا بتعاقده مع وحش سماوي، واللي ما حصلتش قبل كده مع حد على مر التاريخ. في الوقت الحالي بقى بيكون تويا وفريقه بيستعدوا لمهمتهم الجديدة المتمثلة في القضاء على مجموعة من وحوش الصلايم، ولكن الفريق كاملة على عكس تويا بيكونوا مش مأذين من المهمة دي بسبب وجود الصلايم. ولكن للأسف فات الأوان إنهم يقنعوا تويا بالاستسلام، وبعد مدة من السفر بيوصلوا أخيرا لمكان مهمتهم، واللي بيكون عبارة عن حصن قديم بيستخدمه أحد الباحثين كمقر لدراسة وحوش الصلايم. وكانت مهمتهم في الوقت الحالي هي القضاء على الوحوش الموجودة في الحصن والتحري عن الأبحاث الموجودة هناك. ولسه تويا بيفتح باب الحصن وبيدخل بيلاقي فجأة اللي نازل على دماغه من بداية القصيدة كفر كده. ولكن العجيب بقى ان البتاع اللي هو على دماغه ده بيتحرك وبيكشف عن كونه أحد مخلوقات الصلايم اللي بيتحول لأشكال مختلفة. وبعد البداية المبشرة دي بيكمل تويا وفريقه بحثهم، ولكن مهما بحثوا بغرض العثور على أي حاجة تدلهم أو تساعدهم في اكتشاف أي سر من أسرار المكان ده ما بيلاقوش غير الصلايم في كل مكان. ولكن عن طريق الصدفة لقوا الغرفة اللي كان موجود فيها كل الكتب، ومع ذلك اتفاجئوا إن كل الكتب الموجودة ما عادتش تنفع بأي شكل من الأشكال، لأن وحوش الصلايم اتسلت عليها كلها ما عدا كتاب واحد بس. هو تخيل الكتاب الفسفوس ده بالصدفة البحتة، واخد بالك بالصدفة البحتة، كان بيحوي معلومات عن إيه؟ لقوه بيحوي معلومات عن أنواع وحوش الصلايم المختلفة وعن خصائصها وأشكالها، وحبة معلومات كده إيه قشطة، إنما اللي هم جايين أصلا عشانها. ولكن وبرغم ده بيقرروا إنهم يكملوا استكشافهم في أرجاء المكان. في الطابق اللي بعده بقى بيفاجئهم ظهور عدد كبير من وحوش الصلايم اللي لونها أخضر، والنوع ده بيبقى قادر على إفراز مواد لزجة بتقدر تدوب الملابس وتدمر المعدات. هو أكاد أجزم إن ده السبب اللي كان مخلي الفريق كله كاره المهمة دي، هو ده لأن الطريقة الوحيدة للتخلص منهم هي بتدميرهم عن بقرة أبيهم في هجوم شامل وكامل مرة واحدة. ولكن للأسف ما كانش ده الزمان ولا المكان المناسب للكلام ده، وده لأن أي استخدام للسحر بشكل عشوائي في المكان ده هيجيب عليها واطيها. طب إيه الحل طيب؟ في الوقت ده بقى الفريق كاملة بيضطر إنه يهرب للطابق اللي بعده، وهنا بيتفاجئوا بوجود مجموعة تانية من وحوش الصلايم الرمادية اللي بتقدر تفرز مواد لزجة شبيهة بالصابون. عارف انت احساس لما تتزحلق على السلم؟ الفريق كاملة بقى عاش الاحساس ده ما عدا تويا اللي انقذه كيهاكو على اخر لحظة. ولكن وقبل ما يحصل اللي ببالك عزيزي الدبلوماوي، تويا بينقذهم باستخدام السحر المكاني وبينقلهم للطابق العلوي. في تلك الأثناء بقى بتكتشف لينزي إن الباحث كان بيصنع وحوش الصلايم، إلا إنه ما كانش بيعرف خصائص الوحوش اللي بيصنعها، يعني من الآخر بيجرب وخلاص زي ما تيجي. ومفيش لحظات وبيوصلوا أخيرا لغرفة باحث وحوش الصلايم، وساعتها بيلاقوا جثة مرمية كده على كرسي في أحد أركان الغرفة. ده من الواضح جدا إنه كان مفحوط شغل، وأكيد عامل حاجة عظمة تستاهل عمره اللي ضاع ده. وعلى المكتب الموجود في الغرفة بقى بيلاقي تويا أحد كتب الباحث، وكان مكتوب فيها بالنص كده: اكتملت والآن حلمي بل حلم كل الرجال أصبح حقيقة. ويا دوب تويا بيخلص قراية السطرين دول وبيظهر مجموعة من وحوش الصلايم اللي بتاخد هيئة كل أعضاء الفريق لناس بس على النظام اليوناني شوية. وطبعا في موقف زي ده بتهلع ياي وإلزي ولينزي ويومنا وأفقدوا تويا الوعي عشان ما يشوفش أي حاجة من هيئة التماثيل. وبتنتهي المهمة في الآخر بحرق الحصن ومعاه إبحاث باحث وحوش الصلايم بوحوش الصلايم بهيكله. المهم ما سابوش أصل لوحوش الصلايم ولا الحصن. وعلى منظر بقاء الحصن بقى وهو بيتحرق بيفكر تويا ما بينه وبين نفسه في هدف الباحث، وإن الحلم الثوري للرجال اللي ذكره كان إن مجموعة من وحوش الصلايم تاخد هيئة سيدات حسب التفضيل الشخصي لكل رجل ويخدموهم. هو بيحس تويا بالشفقة على حال الباحث اللي انتهى بحثه متدمر بالشكل ده بعد ما أفنى كل عمره فيه، وبيشكره على جهوده وهدفه النبيل. ولكن كوهاكو بيقاطع الحديث النفسي المريب لتويا ده وبيفصح عن رغبته في زيارة قرى البشر. في اليوم اللي بعده بقى بيروح تويا وكوهاكو لأحد المدن، وخلال زيارتهم بيقابلوا ياي واللي كانت معاها بنت تايهة عن أمها، فبيطمنها تويا وبيحاول يوصل لمكان والدتها عن طريق ربط سحر التعقب بتطبيق الخرائط اللي على تليفونه، ومنها يقدر يحدد موقع والدة البنت.
ويا ريت ما تسألنيش عملها ازاي عشان انا نفسي ما عارف. المهم بعد ما وصل تويا البنت لأمها بيزيد فضول ياي قوي عن إمكانية بحثه عن أخوها اللي ما شافتهوش من بداية رحلتها، فبياخد تويا منها مواصفات أخوها وبيتها وكم تفصيلة كده تانية عنه، وبيحدد لها موقع أخوها وبيتها وبيجيب لها صور ليهم كمان. فبتفرح ياي قوي عشان شافت أخوها بعد الفترة الطويلة دي، وقعدت توصف فيه وتمدحه، واللي كان بالنسبة لها تويا شبيه بيه لحد كبير. وبعد رجوع ياي وتويا بفترة مش طويلة بتدخل لينزي لغرفة تويا وبتقول له إنها النهاردة راحت لمحل للتحف القديمة واشترت ورقة شبيهة بالبردية كده عليها كام تعويذة متدونين بلغة قديمة، ولينزي مش فاهمة منها غير كام كلمة وكانت عايزة مساعدته في ترجمة النصوص دي على أمل إنها تلاقي تعويذة تقدر تستخدمها في الأماكن المغلقة عشان ما يتحصروش زي ما كان الوضع في حصن كائنات الصلايم. وفعلا تويا بيصنع لها نضارة عن طريق سحر التحويل بتقدر تترجم لك أي نصوص قدامك للغة سهل إنك تفهمها. أحلى هاكر ده ولا إيه؟ وبعد ما قرت لينزي النصوص بتلاقي فعلا طلبها، حس إنها بتلاقي تعويذة اسمها قنبلة الماء. ما تعرفش ولا إيه؟ الصدف من النوع ده ممكن تحصل بالشكل ده عادي خالص. المهم لينزي وتويا بيروحوا الغابة عشان يجربوا استخدام التعويذة الجديدة، ومرة ورا التانية لينزي بتفشل فشل ذريع عن كل فشل قبله في استخدام التعويذة الجديدة، ومرة واحدة بيغمى عليها نتيجة فقدانها لكمية كبيرة من المانا. بيلحق تويا لينزي اللي اغمى عليها وبينقلها لغرفتها عشان ترتاح، لكنها بتفضل مصرة برضه على انها تكمل تدريب. لكن برضه بيفضل الوضع زي ما هو لغاية ما بتفقد كل قوتها السحرية من جديد. وهنا بقى واخيرا بعد ما تويا زهق قرر اخيرا انه يساعدها، فبينقل لها جزء من المانا بتاعته عن طريق تعويذة اتعلمها على ايد شارلوت ساحرة الأسرة الملكية. هو كمان بيحاول يساعدها في فهم التعويذة أكتر، بحيث إنه لإتقان التعويذة فأنت بتحتاج فهم جوهرها، وبيشبه لها التعويذة بفقاعة الصابون. وشبيك لبيك بعد الكلمتين دول من تويا بتنجح لينزي أخيرا في استعمالها وبتشكره. بعد كذا يوم بقى بيروح تويا وإلزي للعاصمة الملكية عشان يشتروا لها قفاز سحري جديد بدل اللي انكسر في آخر مهمة، وده لأن أفضل الأسلحة سواء كانت مدعمة بالسحر أو عادية بتكون في العاصمة الملكية. المهم بعد ما تويا اشترى اللي كان محتاجه ودلع بناته بيرجع أخيرا من العاصمة الملكية عشان يتفاجئ بوصول رسالة من القصر الملكي، وبيكون مضمونها إن الملك عايز يمنح تويا وسام الفروسية الشرفي كنبيل، ولكن بيفكر تويا إنه يرفضها عشانه كان تقريبا كده كسلان إنه يروح للقصر الملكي. لكن بتقول ليومنا إنه حتى لو هيرفضها فهو لازم يروح للملك عشان يقول سبب رفضه للفروسية في العلن، وده وسام شرفي مش أي حاجة هو. وفي الحقيقة كنت بحسب تويا هيروح ويقبلها على طول، ما هو كده كده رايح تحقيقا لمبدأ أبو بلاش زود منه، إلا إنه بيروح لقصر الملكي وبيرفضها برضه. الملك بقى يسيبه يمشي فاضي كده؟ لا والله، الملك بيديله قصر كهدية. والله تخيل يا باشا، القصور عندهم زي الرز، ما تبصش لحالي وحالك عشان ما تتعبش. بس أرجع وأقول لك أهو يلمه بدل حياة التنقل اللي ما بين الفنادق اللي هو عايشها دي. وبعد رجوع تويا بقى من القصر الملكي بيتوجه هو وفريقه للقصر الجديد، وبيتفاجئوا كلهم من شكل القصر ونظامه ما عدا يومنا طبعا عشان بنت الملك. ولكن عمك تويا بيروح سايب القصر ونظامه وشكله، او يروح قايل بس القصر ده شكله هيعوز جهد كبير عشان يتنظف، وانه كمان هيكون كبير على 5 أشخاص. فبتتعجب لينزي ويلزي وياي من كلامه عشان هم عارفين ان القصر ده هدية من الملك لتويا ويومنا، وممكن يكون هدية زواجهم، وبالتالي هم المفروض ما يكونش ليهم مكان في القصر ده. ولكن عمك تويا قام رادد بقى بكل حسن نية وقايل أنا أحبكن جميعا بالتساوي كعائلتي. الله يخرب بيتك يا جدع، مش وقت تخبيط في الحلل هو. ولكن المفاجأة بقى إن يومنا بتقول إنه مجرد إنه يحبها فده خطوة للأمام في علاقتهم. وأنا اللي كنت بحسب إنك بعد الكلمتين دول هتلعبي معاه ماتشين UFC. صدق اللي قال إن الحب أعمى، بس ما كنتش متخيل إنه أعمى وأطرش أوي كده. وبعد الرد اللي متوقعوش حتى الكاتب ده، وبعد حل أزمة السكن، بيلاحظ تويا إن الملك أرسل حاشية كاملة للقصر. اوعى وشك بقى، خدم وحراس وطهاة، ومش أي خدم، ده كبير الخدم في الحاشية دي هو لايم. فهتقول لي يطلع مين لايم ده؟ فهقول لك ده اللي كان بيخدم الملك شخصيا. وبالمناسبة طلع أخو ليم خادم أخو الملك اللي أنقذه تويا قبل كده. وعلى ذكر أخو الملك اللورد أورتوليندي، فبعد لحظات من استقرار تويا وفريقه في القصر بيزور اللورد أورتوليندي ومعاه بنته سوشي. وبعد فترة من الكلام بيوضح اللورد أورتوليندي سبب زيارته المفاجأة دي، فبيقول له إن الملك عايز يأسس تحالف مع مملكة ميسميدي، وإن السفر خطر جدا على الملك. فبتقول يومنا إن تويا ممكن يستخدم السحر المكاني عشان يفتح بوابة من هنا لمملكة ميسميدي، ولكنها ما كانتش تعرف إن السحر المكاني من عيوبه عشان تفتح بوابة لمكان
فانت لازم تكون زرت المكان ده قبل كده او عندك ذكرى عنه حتى. وهنا تويا بيفهم ان اخو الملك عايزه يزور مملكة مسمدي الاول وبعدها يفتح بوابة من مسمدي لبيليفاست اللي هي المملكة اللي كان بتدور فيها كل احداث القصة لحد دلوقتي. فاهم حاجة؟ طب فل قوي. وطبعا في الحالة دي تويا ما كانش هيعرف يرفض بعد إعطائه قصر وحاشية وبتاع، فكان صعب إنه يرفض. فاكرين بقى لما قلت لكم إن اللي هياكلوا بط بط هيطلعوا وز وز؟ أهو جه بقى وقت رد الدنيا يا معلم. ولكن الحلو في الموضوع إنه مش هيروح لوحده، بل هيكون معاه مبعوثين من كلا الدولتين، أوليجا سفيرة مسمدي وليون فارس من فرسان بيليفاست. وبعد ما اتعرف تويا على البقية بيبدأوا رحلتهم في طريقهم لمسمدي. وبعد مشوار حلو كده بيستريحوا وبيخيموا في مكان لحد ما النهار ما يطلع. ولكن بيسمع واحد من مبعوثين مسمدي صوت خطوات حد بيقرب منهم، وهنا بيتحقق تويا من الموضوع بسحر التعقب المدموج بتطبيق الخرائط. وبيطلع ان في 28 شخص محاصرين مكان التخييم، وعلى الارجح انهم مجموعة من قطاع الطرق. في اللحظة دي بقى بيحدد تويا أماكنهم بالظبط وبيستخدم عليهم سحر شل الحركة، وحرفيا كل اللي كان بيعمله إنه بيحددهم بس على شاشة تليفونه. وهي عيني كل أفراد قطاع الطرق بقى بينشلوا واحد ورا التاني من غير ما يفهموا حتى إيه اللي بيحصل لهم. يا نهار أبيض يا جدعان. في الليلة اللي بعدها بقى بعد عبورهم لنهر جاو بيلاحظ تويا إن في حد بيراقبهم، وكمان كوهاكو بيقول نفس كلامه، لكن تويا بيكتفي برفع حذره وبيكمل طريقه. بعد حلول الليل بقى بيستقر تويا واللي معاه في المكان ده لحد ما يطلع النهار. ولكن خلال راحتهم بيسمعوا صوت اهتياج للحيوانات كأنها بتهرب من حاجة. في اللحظة دي بقى بينصدموا بوجود تنين ضخم اسود طاير في السماء. وفي وسط الرعب ده بيستغرب جنود مسمدي من وجود تنين في قرية حدودية زي دي، وده لأن التنانين المفروض تكون مستقرة في وسط دولة مسمدي في الأراضي المقدسة، والمعروف إنها ما بتخرجش من أراضيها إلا في حالة وجود هجوم أو اقتحام لأراضيها. وطبعا ده حدث فوق النادر، ده لو ما كانش مستحيل. مين عبيط كفاية عشان يستفز تنين؟ يا ترى إيه الحكاية؟ فبتقول لهم أوليجا إن الاحتمال الأكبر إن يكون من التنانين الصغيرة اللي هاجت وما كانش حد عارف يسيطر عليها، وده لأن التنانين الصغيرة لما بتوصل لسن معين بتدخل في حالة اهتياج. وبيلاحظ تويا والبقية إن التنين بيتوجه نحو قرية معروفة باسم إليدا، وبسرعة بيتوجهوا لمكان القرية قبل ما الوضع يكون أخطر من كده. لكن عند وصولهم بيتفاجئوا من مشهد القرية اللي أغلب بيوتها اتحرق ومن سكانها اللي حياتهم مهددة. وهنا بينقسم المبعوثين لقسمين، القسم الأول بيتوجه لإنقاذ القرويين، وأما تويا بيحاول يختبر قوته بتقنية الرمح المقدس، لكن التنين بيتفاداها بكل سهولة. التنين بيرد على هجومه بهجوم ناري مرعب بيتفاداها تويا إلا إنه بيتصدم بوجود لينزي في مرمى النيران. بياخدها تويا وبيستدرج التنين لمكان بعيد عن القرية، وفي نفس الوقت بيكون بيفكر في استراتيجية تديله نوع من الأفضلية أمام كائن بالشراسة دي. وبالفعل تويا أول ما اتخذ قراره بقطع أجنحة التنين بيبدأ بمضاعفة تقنية الرمح المقدس وبيضرب بها التنين. الحكاية تقف على كده؟ لا والله. التنين أول ما وقع على الأرض بيطلب تويا من لينزي إنها تستخدم تعويذة سيف الماء لقطع أجنحة التنين، وبوم تم القطع بنجاح. ولكن يا الحبيب في ثواني معدودة التنين حرفيا قلب ساحة المعركة لجحيم مستعر. وفي نفس اللحظة بتظهر ياي من العدم وبتفقع أحد عيون التنين، ومن بعدها إليزي بتقابل التنين بقفازاتها المدعمة بالسحر، ولكنها كانت بدون أي تأثير بسبب جلده السميك والمحصن. بتستمر الضربات والمعركة ولع نار. في اللحظة دي بقى بيستغل تويا ضعف التنين وبيجي مباشرة عليها عشان ما يديلهوش أي فرصة، ولكن هوب سيف المعلم بينكسر ومن وراه على طول بيحاول التنين حرقه على الحياة. يا نهار ابيض يا جدعان. رغم كل جروحه واصاباته فالتنين برضه مش هيقع بالسهوله دي، ولكن فجاه هجوم شاطح ناطح بيظهر من العدم وبيرشى في عين التنين التانية عشان يخلق لتويا فرصه الهرب بعجوبه من بين براثن الموت. يا نهار ابيض يا جدعان، كنت هتروح فيها يا ابن الهبله. في اللحظه دي بقى بيبدا تويا يجهز خطه جديده تخلصوا من التنين ده بقى نهائيا. وكبداية بيستخدم تويا سحر الانزلاق على التنين بدل ما هو قاعد يلوش كده. هو بيطلب ساعتها من لينزي انها تعمل له جدار جليدي، وكمان بيخلي كل من ياي وإلزي انهم يستدرجوا التنين لمكان معين. اما تويا فبيستخدم سحر التشكيل وبيحول الجدار الجليدي ده لعدسة ضخمة، وعن طريق دمج تعويذة المضاعفة مع تقنية الرمح المقدس بتظهر عشرات من الرماح المقدسة، وكل الميكس ده بقى بيتجمعوا العدسة دي. وبالهنا والشفا يا عم التنين، الشعاع حرفيا نسف التنين نسف. لا 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 يا جدعان، عظمة على عظمة يا ابني والله. وبعد أمتع فايت هتشوفه لحد دلوقتي، وبعد التعب والإرهاق ده كله بيظهر لهم آخر حاجة ما كانوش حتى يحلموا إنها تحصل لهم في أسوأ أحلامهم.
تنين تاني جاي لهم أكبر وأضخم من التاني. يا ترى رايحة بينا على فين يا دنيا؟ وهل يا ترى هيخرجوا من الكارثة دي على خير؟ هسيبك بقى مع الفيديو ده تصبر بنفسك، وكالعادة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ومحتاجين الفيديو ده يوصل 7000 لايك. وبس كده، كان معاكم محمد سالم، ودمتم في رعاية الله.